السلام عليكم حبايبي ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي شوات ام ريماس. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد. فيديو غادي نحضر معكم واحد البسبوسه بالليمون كتجي بنينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الحبايب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد ديالي. ودابا نخليكم مع الطريقه ديال الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا واحد دانون، ما يمكن لكم تستعملوا دانون فاني. عندي هنايا 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، عندي كاس ديال الزيت قياس ديالو ديال العنبه، عندي هنايا عصير ديال البرتقال كاس حتى هو قياس ديالو ديال العنبه، عندي كاس ديال السكر سنيده، عندي هنايا قشور ديال اللتين اللي حكيته في الحكاكه رقيقه، عندي هنايا نص كيلو ديال السميده. دابا اول حاجه غادي نضيفها هي ديك الكاس ديال السنيده، غادي نضيفو على داك القشور ديال اللتين اللي حكيت، غادي نخلطو مزيان باش داك السكر كيذوب معايا مع داك القشور ديال اللتين، وغادي نخليهم جانبا. ودابا غادي نضيف ديك 4 ديال البيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ، وغادي نضيف حتى قبيصه ديال الملح. داك السكر وديك القشور ديال اللتين اللي حكيت حتى هما دابا غادي نضيفهم في هذه المرحله هذه، وغادي نخلط غير بالطراب اليدوي في هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، حتى يتجانسوا لي المكونات ديالي مزيان. كما كتشوفوا معايا كيرجع البيض في هذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف كاس ديال الزيت وكاس ديال العصير ديال البرتقال، وغادي نضيف دانون بالمانك، وغادي نخلط المكونات ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الشكل هذا. مادام ضفت المكونات كاملين دابا كنخلط مزيان مزيان صافي. دابا من بعد ما خلطت كلشي دابا غادي نزيد ديك السميده بشويه بشويه. انا كنضيف وانا كنخلط بالطراب اليدوي، ما كندخلوش الطراب الكهربائي مره، غير باليدوي صافي بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للسميده تكون رقيقه، كنبقى نكبوها بشويه بشويه. بالنسبه للسميده كاينه اللي كتشرب بزاف، نتوما على حساب الخليط ديالكم، نتوما كتخلطوا نتوما كتشوفوا. خصو تجي ما تجيش ثقيله، تجي تكون معاوضه، القوام ديالها يجي معاوض. عندي هنايا 2 خميرات ديال الحلوى فئه 8 غرام. بالنسبه للخميره خليناها هي الاخرانيه، باش كتتفاعل معنا وكتطلع لنا البسبوسه مزيان. بعد ما ضفت الخميره كنخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديال البسبوسه ديالنا. جبت واحد الاناء اللي دهنته شويه بالزبده ورشيت عليه شويه ديال السميده باش ما يلصقش معنا. ودابا كنكب داك الخليط اللي حضرت معكم في هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد ما كتبيد داك الخليط ديالي غادي ندخلو للفرن اللي غادي نشعل عليه من فوق ومن تحت ونخلي الفرن شويه يسخن. من بعد ما يسخن لي غادي نشعل عليه غير من تحت حتى تطلع البسبوسه ديالنا، عاد كنشعلوها من فوق باش ما تحرقكمش البسبوسه. بالنسبه للسيرو عندي هنايا 2 كيسان ديال الماء و2 كيسان ديال العصير ديال البرتقال اللي عصرتهم، وضفت عليهم نص كاس ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى على حسب الذوق. عملته فوق بوطه حتى يغلي لي مزيان، عاد طفيت عليها بوطه وبسبوسه تكون معاكم بارده عاد سقي. بالنسبه ملي سقيتها خليتها جانبا تتشرب لي مزيان داك البسبوسه داك السيرو اللي كبيت عليها. هنا من بعد ما تشربت لي البسبوسه مزيان، والتزيين كيبقى الاختيار ديالكم. انا عملت لهنايا شويه ديال الكوكو، وانتم يمكن لكم تعملوا شويه ديال البين مهرمش زوقوا بها حتى هو كيجي مزيون.
وانا الحبيب ديالي كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. بسوسه كتجي غزاله غزاله ومسقيه بالريحه ديال الحامض، كتجي يا سلام. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الحبيب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد ديالي. خليكم مع فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.